السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم شلاضه ديال الخضر كتجي زوينه بزاف. تحضروها لوجبه عشاء او لا تقدموها مع طبق ديال الدجاج او اللحم الضيوف ديالكم، كتجي زوينه بزاف. هنا توفرت على هاد الخضر هادو، تقدروا تزيدوا الخضر حتى الاخرين كيجيو زوينين بزاف. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاج هنا كاس كبير ديال الرز نوع جيد، ثم غادي نحتاج واحد البواطه ديال الذره والخضر اللي غادي نطلقهم في الماء اولا تبخروهم في الكسكاس، هما كيجيو زوينين بزاف. غادي نحتاج هنا 3 الحبات ديال الجزر، 5 الحبات ديال البطاطا صغار، 5 الحبات ديال البربه. هنا غادي نقي الجزر ديالي. هنا بعد ما نقيته غادي نقسموه على جوج وغادي نحيد ليه هذاك القلب. غادي نقطعو هكا طريفات، غادي نقطعو هكا طوال. انا بغيتو هكا يجيني غير رقيق، وغادي نقطعو هكا مربعات صغيورين. بغيتو ديروه كبير كتقطعوه هكا، كتقسموه على جوج وكتقطعوها. البطاطا حتى هي نقيتها وغادي نقطع نفس الطريقه، وغادي نقطع حتى هي مربعات صغار. صافي غادي ندير هنا كلشي يتسلق. هنا خديت الرز غسلته واحد 4 ديال الخصلات. دائما الرز ديالي كنغسلو مزيان، وغادي نديرو في الماء بارد ونديرو شويه ديال الملح، وانا غادي نخليه هنا حتى كيطيب ليا الرز. غادي ندير نفس الطريقه البطاطا حتى هي والجزر حتى هو. هنا البربه راني سلقتها، ما بينتهاش هنا، نسيت ما صورتهاش. ملي كتسلقوها بالقشور ديالها وكتخلوها حتى كتبرد وهاد كتقطعوها. من الاحسن ما تقشروهاش وتسلقوها باش هكا ما تستافدوا منها. صافي هذا هو الرز كيكون الشكل ديالو بحال هكا، كيجي زوين بزاف. بعد ما كنسلقوه كنغسلوه بالماء بارد ونخليوه بحال هكا. غادي نشحر هنا الجزر ديالي. هنا درت شويه ديال الزبده، غادي ندير شويه ديال المعدنوس او البقدونس، وغادي ندير عليه واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون. وهنا عندي واحد 2 راس ديال الثوم. غادي نشحر البطاطا والجزر نفس الطريقه. البربه غادي نخليها هكاك، ما غاديش نشرملها. صافي غادي نشحر البطاطا والجزر بحال الطريقه هذه، وندوزو هنا باش نوجدو الشلاضه ديالنا. صافي هنا خديت الرز. هنا خديت واحد الحبه ديال الجزر صغيره، حكيتها في الحكاكه، كتحيدوا لها داك الماء ديالها. غادي نزيد عليها الذره، نزيد عليها بطاطا اللي شحرتها حتى هي بنفس الطريقه ديال الجزر، كيكون فيها الربيع، الابزار وشويه الملح. غادي نزيد هنا واحد 2 معالق ديال الزيت حتى 3. غادي نزيد هنا الكمون، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملح، لان الخضر عندي كلها فيها الملحه، كندير غير شويه ما كنكثرش بزاف. وغادي نزيد هنا شويه ديال المعدنوس مقطع هكا صغيور. شديت هنا الخس، غسلته مزيان ونشفته وفرشته في هاد لاطا. خديت هنا غير هاد البواطه هذه اللي غندير درت فيها الرز.
هنا كتقدوها مزيان وكتحيدوها بشويه بحال هكا باش كتبقى لكم مقاده. هنا غادي ندير بطاطا، ندير الجزر، هنا البربه غادي نديرها حتى هي بنفس الطريقه. البربه خليتها هكاك ما درت ليها حتى شي حاجه، كتعجبني من احسن بربه نديروها بحال هكا باش يعني كتاكلها الطبيعه ديالها. ما كاين اللي كيعجبو يكون مشرمله، ولكن انا كتعجبني بحال هكا. بغيتي شرمله كدير لها شويه المعدنوس وشويه الزيت وملحه صافي. هذا هو الطبق ديالنا بعد ما زيناه، كيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين بزاف. زيت هنا واحد البيضه، ودرت هنا واحد شويه ديال المطيشه، وهنا طرونشيات ديال الحامض اللي كيعجبو المذاق ديال الحامض مع شلاضه. صافي كيكون زين بسيط. هذا هو الشكل ديال الشلاضه ديالنا. وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الشكل ديال الشليطه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وجربوها. تحضروها هكا للعشاء اولا تحضروها مع شي طبق بحال هكا، كيجي زوينه بزاف. نتمنى تعجبكم. شكرا لكم على التعليقات اللي كتخلوا ليا، وشكرا الناس اللي انضموا الى القناه ديالي، كنشكرهم بزاف وكنقول لكم مرحبا بكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا على المتابعه. غادي نخليكم مع الصور الجميله، اجواء ديال البحر مع الغروب ديال الشمس. بصراحه الاجواء رائعه مع السحاب ومع هاد الامواج. نخليكم مع اللقطات والصور الجميله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.